الفيديو الماضي كان عن ملخص اول 5 حلقات من مسلسل تحت سابع ارض، وهذا الفيديو ملخص ال5 حلقات يلي بعدهم. اللي ما شاف الفيديو الماضي لازم يرجع يشوفه مشان يفهم هذا الفيديو. بعد ما المصاري انكب عليهم زيت وبنزين، موسى راح على محل ساعات واشترى ساعة سعرها 90 مليون، والعجان اجى لعند زين على المستشفى عم بيزوره وحكى قدام امه انه هو بيشتغل معه، وهو جاي لان عرف انه العملية بتكلف كتير، فحطها مثل حجة انه بيساعدهم مشان يرجعوا زين يشتغل معاه. موسى بيسكته وبيقول له انه دبروا تكاليف العملية، بعدين بيروح لعند بلقيس مشان تغسل له المصاري. بالبداية بلقيس بترفض، بعدين بتوافق، وموسى بيعتذر منها لان حبسه وعلى كل شيء عمله معه. العجان قتل سعيد وطلع بجنازته، وهون عندنا الاستاذ مصطفى بيكون ابوه لمياس عم يسأل موسى عليه، وبيطمنه موسى انه لا تاكل هم، راح اتكفل بمشكلة مياس كامل. مهيب بيروح على القسم لعند سمير بده يفهم سالفة اخوه، وبيقولوا له انه لو ملحقينه ما كان مات، وبيعطيه مواصفات السيارة يلي كسرت عليهم. بعدها سمير النتن بيعيد التحقيق مع مياس وبيخليه يبصم على اعترافات سمير، يعني سمير اللي اعترف وخلاه مياس يبصم. فنزار بيتصل على موسى بيقول له انه هيك القصة، ومهيب بجن جنانه بعد الحكي اللي سمعه، بيروح على العجان بده يكسر المحل وبيحاول يقتل الزيبق، بس العجان بيوقفوا. بعد ما يوصل موسى لعند مياس بيلاقيه باصم على اقواله، ببهدل سمير بهدلة الكلاب، وبيطمنه لمياس انه لا تاكل هم، راح نحل المشكلة هي بالمحكمة، بتقول انه اعتراف تحت الضغط. هون بلقيس بيكون خلصت غسل المصاري وبتتفق مع موسى على مكان يلتقوا فيه. بيكون قاعدين بالسيارة وبتجيه الحالة بتخاف عليه كتير بلقيس، بعدين بيروحوا على مطعم وما بيلاقي حاله غير حكى له كل شيء، وهن بلشوا ياخذوا ويعطوا، بلش يتعرف على بلقيس اكثر واكثر، وبيعرف انه هي مجبورة تشتغل مع العجان، وبتنصحه كمان انه يستغل هالفرصة ويشتغل فيها. بيروح بيحاسب الخانم لانه سرقت له دبه البنزين وجابت له المصاري، وبيبيع باقي المصاري يلي موجودة معه. الدولارات يلي موجودة معهم المزورين ببدلوها على دولارات نظامية، وطبعا مو بقيمتها الكاملة، اقل قيمة، بثلث القيمة، بربع القيمة، هيك شيء. فالخانم بتقول له انه اذا بدك تبيعهم مستعجل عليهم راح يجيبوا لك سعر قليل، اما اذا بتنتظر بجيب لك فيهم سعر مرتب. فبيبيع اياهم بسعر قليل، يعني يمكن $1,000,000 بيطلع منهم 10,000 او 100,000. المهم بياخذ مصاري وبيدفع تكاليف عملية زين، وانس بيروح لعند ليلاس وبيعتذر منها وبيقول لها انه هو كتير ندمان لان ضرب روان رفيقته. المهم عملية زين نجحت، وخبرهم الدكتور انه فترة وبيقدر يمشي. موسى بيروح على بيت الاستاذ ابو مياس مشان يطمنوا على ابنه، وبيعطيه مصاري وعم بيساعده بكل شيء بيقدر عليه موسى. بس راما شاكة انه زين كان مع سعيد بالسيارة يوم الحادثة. اللواء غسان بيكون مشتري بيت جديد وموسى جاي يبارك له، طبعا مرته اللواء بتكون صديقته لموسى. المهم ادهم لقط ورقة دولار من نفس اللي بيشتغلوا فيهم، وراح خبر العجان، وعرفوا منين عم بيتصرفوا الدولارات. فالعجان خبر على شخص اسمه ابو كريم، وهو يلي اخذين من عنده هي ال100، وهدول اصحاب موسى درسوا معه سوا وقاعدين عم يتمسخروا عليه لانه وقف ترفيعه. يعني قبل كانت رتبته فوق هدول، هلا هدول عم بيترقوا صاروا فوق. بيطلع من بيت غسان وبيروح لعند بلقيس، بيعطيها حصتها من المصاري وبيوافق انه يشتغلوا سوا. العجان بيروح على المحل لعند ابو كريم وبياخذ منه كل الأجوبة، وأبو كريم بيعترف إنه هاي المصاري جايبة من الخانم دلال. بيحرق له المحل وبيضل ماشي. بنشوف موسى إنه اشترى الساعة اللي سعرها 90 مليون، وقاعد عم بيخبر زين إنه ما يجيب سيرة لحدا إنه كان مع سعيد بيوم الحادث، وإنه هو بده يفتح صفحة جديدة ويبلش شغل. رنا بعد ما بتطلع بتروح على بيت مهيب وبتلاقيه منتحر، بتاخده على المشفى وبتنقذ مهيب، وبيكون دودو بالمشفى، ومهيب بيقول له لا تجيب سيرة لحدا. ادهم والزيبق بيروحوا بيوقفوا على اشارة مرور محل ما بيوقف الجردون، وبيصيحوا له وبطريقة ما بيضبوا فيه وبياخذوه معهم بالسيارة. الخانم بتتصل على موسى وبتعطيه رقم السيارة مشان تعرف مين صاحب هي السيارة. موسى بيعمل اتصالاته وبيتصل على شخص وبيقول له انه هي السيارة لمنير العجان. موسى بيخبر الخانم انه هي سيارة منير العجان. بتروح الخانم لعند العجان وبيعطيها الدولار يلي وصله، بيقول لها هدول طالعين من عندك، بس هدول مسروقين من عندي، مين يلي باعك اياهم؟ هي بتنكر وما بتحكي شيء، بتقول انه باعوا اياهم الناس. العجان بيصدقها ما بعرف ليش، بيعطيها الجردون بتضل مكمله. هلا هون بيظهر معنا شخصيه جديده، المقدم فجر، بيكون منتقل على الفرع الجديد. موسى بيروح على الخانم وبتقول له انه في حدا عاجبه الشغل كتير وبده اياهم يشتغلوا معه يطبعوا له. هون بيخرجوا زين من المستشفى، وام موسى شاكه بشيء انه ليش العجان حكى انه زين بيشتغل معه. راما بتزور زين ببيته وبتساله انه كان مع سعيد قبل ما يموت. زين لسه ما دريان انه سعيد مات، فبينصدم. بيروح لعجان لعند مهيب مشان يشمشم اخبار ويشوفوا ليش كان بده ينتحر، وبده اياه يرجع المصاري اللي سرقها اخوه او يقنع زين انه يرجع يشتغل. بيلتقي موسى مع المقدم فجر وبيعرض عليه انه يتعاونوا سوا يلقطوا الناس اللي عم تشتغل بالتزوير، وبيكون فجر مستدعي ابوها لبلقيس رضوان
مشان يفحص الدولار المزور، وبيقول له رضوان انه هدول مستحيل عم ينطبعوا هون، هدول جايين من برا البلد. هون موسى بيعرف انه رضوان ابوها لبلقيس، لانه فجر هو عم بيحقق مع رضوان بيقول له وبنتك ما لها علاقه او شيء، بيذكر هيك شيء وبيكون مطالع سجله وموسى بيشوفه. موسى بده يستفسر اكثر وبده ينكش، بده يعرف شو في تحت لسان فجر. بيقول له موسى شو بتتوقع انت، هدول عم ينطبعوا هون ولا برا؟ بيقول له فجر هدول هون عم بينطبعوا. المهم موسى بيرجع على المطبعه وبيبيع كل المكانات. العجان بيروح لعند بلقيس وبيسالها عن الغسل انه هي اللي غسلت، وبيهددها ببنتها وابوها. هون جلسه محاكمه مياس، بيسحبوا عليه وبيأجلوا له محاكمته، وموسى بيقول له لا تقلق وبيعطيه مصاري لمياس، وبيجي بده يعطيه مصاري لابوه بس راما بترفض لانه هي شاكه انه عم بيخبوا عليها شيء. ادهم والزيبه بيوقفوا على اشاره المرور جنب موسى وبيطالعوا سلاح وبيهددوه. بعدين بيروح على منطقه مدمره فيها مخفر وبيقرروا يطبعوا فيها من اول وجديد. خطته هي يعملوا طبعه كبيره ويسفر اخواته برا البلد وخالصين ويوقفوا شغل. بيتصل عليه فجر وبيستشيره انه يبلش تحقيق من تجار الوراء. العجان بيطلب من مهيب انه يقتل موسى بس بيرفض. العجان بيضل قاعد وراه لحتى يقنعه انه يقتل موسى. راما عم تسال البنت هي على الشغل وبتقول لها انه نسيت. راما كثير بتتضايق لانه بينت لها انه هي غير مهتمه. بتتصل الخانم على موسى وبتقول له انه لقطوا الزلمه اللي باعوا البالي، المصاري اللي باعوها لابو كريم، ابو كريم اللقط. واثناء ما فجر قاعد عم بيحقق مع الزلمه بيتدخل موسى وبحس انه الزلمه شوي شوي بلش يحكي، ما عم بيعرف يطالع كذبه. اول ما يبلش بده ينطق بيضب في موسى وبيقول له منين جايب المصاري ولك؟ جايبهم من لبنان؟ بيلقموا الكلام تلقيم. بيقول له ايه من لبنان. هون فجر بلش يشك بموسى. وهون بنشوف رنا بشغلها بتشتغل نفس جماعه شعب التجنيد، اذا ما حطيت لها الاجره بقلب دفتر الجيش معاملتك ما بتمشي. بلقيس بتكون عم تزور ابوها بالسجن وبتساله منين بتقدر تجيب ورق يطبعوا عليهم. ابوها بيفتخر، بيطير عقله انه هاي البذره الصالحه، بيفتخر فيها كثير انه هي بلشت تشتغل انه تمشي على الصراط المستقيم. فبيكتب له رقم تاجر الورق على ايده. وابو مياس طلب من مهيب يشهد انه الحشيش كان لاخوه. مهيب بيوافق وعلى اساس انه يشهد. ومنار عم تحاول تقنع راما تصير تفتح لايفات وتغطي وجهها، يعني انه تحط شيء على وجهها وتبلش تفتح لايفات. بيمر لعندها زين وبيقول لها انه ناطره بالحديقه. بتجي لعنده وبتقول له انه كان مع سعيد ليله الحادث، وبتصير تعيط وبتمشي وبتتركه. بيكون موسى طالع وبيشوف سياره عم تلحقه، فبيطلب من شرطه المرور انه يوقفها. طبعا شرطه المرور بيوقف السياره وموسى بيشرد وبيقابل بلقيس، بيكون جايب تليفونين شحاطه مشان يتواصلوا من خلالهم بخصوص الشغل. وهن ماشيين بيشوف سياره تانية قاعده تلحقه، بيدوس وبيضيع السياره الثانيه وبيختل بكراج. بلقيس بيكون عم تقول له حلو ما في بالكراج غير انا وياك والشيطان ثالثنا، ودك بتخبطون السياره يلي كانت عم تلحقه. موسى بيطلب من بلقيس ما تنزل من السياره، وبينزل بيلاقي الزيبه ومهيب ساحبين عليه سلاح، وبتنزل بلقيس ومعه مسدس. المهم بيخلوا موسى وبلقيس يكبوا سلاحهم على الارض. بيجي مهيب بيدير سلاحه على الزيبه وبيرجعوا على السياره شوي شوي وبيخليه يقعد ورا الدركسيون وبيقتله. وبيرجع هو بيقعد جنبه وبيضرب راسه بالبلور. عمل هيك لانه عرفان الزيبق هو يلي قتل اخوه. موسى بيروح لعند العجان وبيقول له انه هو كشف رجاله وقدر يقتلهم. فالعجان بيبعت رجاله انقذوا مهيب والزيبق. انس بيطمس مع ليلاس وبيطلب منها يتقابلوا، وراما هون اقتنعت انه تبلش تفتح لايفات. بنشوف موسى رايح على بيت نزار، بيكون فجر هو يلي عازمه. موسى هو عم بياكل، بيجي فجر بيقول له انه رجع عاد تحقيق مع ابو كريم وحاسس انه في تحت لسانه شيء. رنا بتروح على مهيب على البيت عم تدور عليه وما بتلاقيه، فبتروح لعند العجان بتسأله عنه. بيقول لها العجان روحي اسألي أخوك هو اللي بيعرف وينه. وبيكون العجان أسعفهم لعنده وشاكك بمهيب لأن بيشوف مسدسه ناقص طلق، يعني مقوس منه. بعد ما ياكل موسى ويروح فجر بيقول له لنزار إنه ما حسيت موسى قاعد عم بيلقنه أجوبة لأبو كريم مشان يحكي. فنزار بيقول له لا ما بتوقع هذا الشيء. موسى بيروح على الفرع وبيعمل حاله سكران وبيطلب من الموظف إنه يمشي أو يجيب له شيء. أول ما بيطلع بيصير بيبحث بملف فجر وبحاول يكتشف عنه كل شيء. رنا مشغول بالها على مهيب وعم تسأل موسى عنه، بيستغرب ليش مهتم لأمره كل هالشيء. فتحت له موضوع حادث زين وسعيد وانه مياس محبوس بسببهم. موسى بيقولها بسببك انت واخوك، انا كنت باخر الدنيا ما عم بشبع السندويش. هلا انا ما بعرف ليش كثير مركز على موضوع السندويش. بيكون في اجتماع بالقسم ورئيس الفرع طالع مقابله على التلفزيون بخصوص الدولار المزور. موسى بيعطي رأي مطابق من رأي فجر لان حس انه بلش يشك فيه. بلقيس خايفه انه مهيب يحكي شيء للعجان. موسى بيقول لها عب انا جنبك، ومهيب مستحيل يحكي شيء للعجان. والعجان شاكك انه في شيء غلط، موقف مهيب عنده لبين ما يصحى الزيبق ويشوف شو في تحت لسانه. بلقيس جابت الورق يلي بدهم يطبعوا عليه وجابت الحبشكلات كلها وجايبه معها دجاج مشان الله يطرح البركه. راما ومنار راحوا يسحبوا الاغباح من عند دودو وطلعت فعلا ضاربة ترند خاربة ام الشغل. ما عم تتحكى راما على قد ما ضاربة ترند. بتروح على الصالون بتكون عم تمنكر زبونة وبتغلط، يعني هيك بتلوت لها اصبعة رجلها. فصاحبة الشغل بتتضايق منها بتقول لها بس ديري بالك لانه
زبون اللي بيدخل لهون وما بيعجبه الشغل بيبطل يجي. راما بتترك الشغل بتضب اغراضه وبتمشي وبتلحق منار. خلص بنشوفهم هون انه بلشوا يشتغلوا ويطبعوا وطبعوا $1,000,000، بس اذا بدهم يصرفوهم بيطلعوا 100,000 نظامي، وبهال100,000 يلي رح يطلعوا لهم رح يشتروا فيهم بالة جديدة اللي هن ورق وحبر وكذا والى اخره مشان يطبعوا الطبعة الكبرى. موسى بيروح على القسم لعند فجر وبيكون جايبين اكل وبدهم يتغدوا. بيتصل رئيس الفرع بفجر وبيخبروا انه في سيارة مشبوهة رح توصل على الحدود. بيتركوا الاكل وبيطلعوا على الحدود. بيوقفوا السيارة وبيفتشوها وبينكتوها نكت ما بيلاقوا شيء. اخر شيء فجر بشك انه يكونوا حاطينهم بسبير السيارة. بينزل السبير وبيفتحه وبيلاقي بقلبه المصاري. وبيكون كل هالمسلسل هذا يلي صار هو شغل موسى والخانم مشان فجر يبطل يشك فيهم او مشان يغير رأيه ويقتنع انه هدول عم ينطبعوا برا البلد. هون فجر بيتأكد انه هن عم ينطبعوا برا البلد. رنا قررت ترفع بلاغ عن مهيب، فبتروح لعند سمير وبتستنى موسى لحتى يجي. بدها اياه يحضر التحقيق، واول ما بيوصل بتحكي كل شيء وبتقول انه هي متزوجه مهيب. طبعا هي بيكون عم تقدم بلاغ بتقول انه زوجها مهيب مختفي وما حدا بيعرف وينه، وبتحكي هذا الحكي قدام موسى. هون موسى بيعرف انه هي متزوجه مهيب بالسر، وبينصدم كمان انه امه بتعرف هذا الشيء ومخبيين عليه. بقرر انه يقاطع اخته رنا وما يحكي معها. بيكون انس وليلاس قاعدين بحديقه الجامعه وقاعد عم بيزحف عليها عم بيقول لها انت كثير حلوه، انت كثير طيوبه وما بعرف شو. وعند ما بيجي بيقول لها انه هو بيحبها، فليلاس بتقاطعه بتخ عليه، فهو بيقول لها انا بدي فوق على الحمام، انا بدي اروح على الحمام. نعم. وهون بنشوف شخصيه جديده شايفينها قبل بمره، ظهرت مره واحده اللي هو الدكتور عماد. بيكون قاعد بالمحل عند العجان وعم بشوفيه مسطره من $1 جديد يلي نازل كاسح ام الساحه. بيكون موسى سهران بمكان مع اللواء غسان وفجر وعم بيحكوا عن قصه كمش هذا الزلمه تبع $1. غسان بينتبه على ساعه موسى بيقول له من لك هالساعه؟ بيقول له ما عليك، هي ساعه مو اصليه. بس كل القعده بنلاحظ انه فجر شارد بشيء وعم بفكر. بعدين بيرجع على الفرع وبيطالع 100 لاقطينه قديم، وال100 اللي لقطوه مع الزلمه تبع اليوم يلي لقطوه بالسياره، وبياخذهم على الخبره الفنيه يدققوا فيهم ويشوفوا شو الفرق. بس هالمره عم بيشتغل على الهسي. اكد على النزار انه ولا اي مخلوق بيضرب الشيء اللي عم بيساويه. بيصحى الزيبق وبيحكي كل شيء للعجان، بيقول له انه مهيب يلي قوس عليه وانه بلقيس كانت مع موسى وعم بيشتغلوا سوا. بس الدكتور يلي مشرف على الزيبق بيخبره للعجان انه ما راح يعيش وراح يقضي حياته مشلول. فالعجان خلص انتهت مرحلته من الزيبق، بقرر انه يخلص عليه. بيروح بلقيس على المحل وبده يعرف وين قاعدين عم يطبعوا العمله، وبيحاول يهددها ببنتها وابوها انه راح يأذيهم. بلقيس بتخاف وبتخضع للعجان. بيكون انس وليلاس رايحين على عيد ميلاد، بيطلع فخ لانس مرتبيله اياه هي ورفقاتها. العجان بيطلب من بلقيس انها تكمل الشغل طبيعي لحتى يكملوا ويخلصوا الطبعه. وهون بيكونوا مشلحين انس وعم بيصوروه هن عم يذلوه، واذا بيقول لحدا بدهم ينشروا هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فبيرجعوا سوا. بس ليلاس ما له خبر انه راح يعملوا فيه كل هالشيء. وبترجع على المحل عند بلقيس. لما بتشوفها امها بهالحاله بيطير عقلها، بتفكر انه العجان مقرب صوبها او هو اللي عامل فيها هيك. بيطلعوا مهيب لانه كان العجان موقفه وبيقولوا له انه الزيبق مات وما حكى شيء، وبيدفنوه سوا، يعني حتى مهيب بيدفنه، والعجان بيتركه يروح عادي. فهو اول ما بيروح لعند موسى على الفرع وبيقول له انه عرفان كل السالفه وبده ينزل شريك معهم. العجان بيشوف ابنه مضروب ورنا عم تضبضب بغراضه بدها تروح لعند مهيب على البيت. موسى بيتصل على بلقيس وبحس انها عم تتهرب منه، وراما هون بيكون حوشت له قرشين مرتبين. فجر رح يطق عقله، بيغير قفل مكتبه وبيطلب من نزار انه ما حدا بيعرف عن اي شيء بيصير ولا شو عم بيخطط له، وبيطلب من نزار يروح يدقق ورا جماعه الورق. بيكون موسى وبلقيس بالمطبعه وبتقول له انه بياع الورق اجى حدا من الفرع وقاعد عم بيدقق وراه. بيروح موسى على الفرع مشان يعرف مين ورا هالسالفه. بيروح لعند فجر اول شيء، وفجر بيبين له انه كل شيء على ما يرام. اتس ايزي مان، لا داعي للقلق. زين بيكون مشغول باله على راما وبيسال عنه، بيقولوا له انه ممكن تكون ببيت منار. لما بيروح وبيوصل على البيت بيطحش طحش وبيدخل على الغرفة اللي كانت فاتحة منها لايف راما، وبيشوفها هي قاعدة عم بتشلط كنزتها. قضت المسلسل كله حرفيا كتافها باينة مزلطة. زين وراما هون بيتركوا بعض. العجان بيشوف ابنه مضروب فبيجن جنانه، بياخده على محل الألعاب، صالة الألعاب، وبيعطيه مسدس وبيطلب منه انه يقتل الدودو. بس هو ما كان قد هاي المسؤولية، جبان خايف، كلمتين على بعضهم ما بيعرف هيك، فما بيقوس عليه. العجان بيقول له لادهم خذ منه المسدس واقتله للدودو. لما بياخذ المسدس وبيجي بده يقوس بيطلع فاضي، وهون بنشوف انه عم بيعلمه، عم بيقوي له قلبه. بس انس نكبه. هذا كان ملخص ال5 حلقات الثانيين من الحلقه 5 للحلقه 10. اذا عجبتكم هاي السلسله حطوا لي لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات مشان الفيديو الجاي راح يكون ملخص من ال10 لل15. مع الوقت راح يصير لخص مسلسلات من اقتراحكم انتم تقترحوا علي، افلام امريكيه، كل هاي القصص، بس شويه وقت لانه هلا مثل ما عارفين انه الدنيا رمضان والوقت ضيق. بشوفكم بالفيديو الجاي عن قريب ان شاء الله. كان معكم ارتيل، والسلام.